انتهت السنة الدراسية لسنة 2015-2016 بمتوسطة عثمان بن عفان على غير العادة وبخرجة غير معهودة، حيث نظم تلاميذ المتوسطة حفلا بهيجا كرموا من خلاله أساتذتهم ومشرفيهم التربويون وعمال إدارتهم، حيث يعكس مدى وعي التلاميذ. فمن مظاهر إتلاف المرافق بالمؤسسة التربوية والاعتداء على الأساتذة إلى جو التكريمات والاعتراف بالجميل. مهما كسبت من كلمات غرت من أحرفي فلن أوفيك جزءا من حقك إلى من علمت بالسمو ومعانقة النجوم والكواكب، لك مني كل الحب والاحترام والتقدير. يا معلمي هذا قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. يا فهم مشكورين. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على حسن تربيتهم وحسن أخلاقهم. آباؤكم وأمهاتكم أحسنوا تربيتكم، وبالتالي انعكس ذلك على سلوككم داخل المؤسسة. فأترك لكم الفرصة، لأن هذا يومكم وهذا عيدكم وهذه زيارتكم لكي تكرموا هؤلاء الأساتذة وتستمتعوا بتكريمهم. نتمنى لكم النجاح، نتمنى لكم الاستمرارية في هذا التكريم أو هذه المبادرة الحسنة، إن شاء الله تكون سنة حميدة تواصل بها زملائكم اللي راهم جايين بكم بعد. وشكرا. بمناسبة انتهاء السنة الدراسية لجميع أقسام، يقوم أولى متوسط واحد يقوم بتكريم الأساتذة وتقديم لهم المشروبات والشهادات والأناشيد وأشعار عن المعلمين. تكريم الأساتذة تقديرا للمجهودات والمعلومات المبذولة خلال السنة الدراسية. وبالمناسبة كرمت إدارة المتوسطة عميد الأساتذة ذو القلب الطيب وصاحب الابتسامة التي لا تفارق شفتاه الأستاذ بقدام الساسي، فاللهم بارك فيه وبارك في كل التلاميذ وسدد خطاهم ووفقهم إلى ما تحبه وترضاه.